السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا ايمان ماهر، فضلا وليس امرا. يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد عن القناة بتاعتنا. ولو انتي اول مرة تشوفيني، ادخلي خدي لك لفة في القناة. هتعجبك فيديوهاتنا وتعجبك القناة بتاعتنا جدا. فيها شوية روتينات وتشجيعات واكلات وطرق وميزانيات وحاجات وكلام حلو جدا، هيعجبك قوي. اتفرجي واشتركي فيها واكتبي لي كومنت حلو زيك ودعميني بيه. ولايك يا جماعه، ما تنسوش اللايك بالله عليكم. بيرفع الفيديو، وشير واشتراك في القناه. ويا ريت بقى تشيروا الفيديوهات على الفيسبوك عندكم ولاصحابكم ولقرايبكم وحبايبكم. يا ريت عشان القناه تكبر بيكم وليكم يا رب. ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده في الفيديو القمر ده. هنعمل شويه حاجات كده حلوه سخنه تدفي بيتنا وفي نفس الوقت تغذي عيالنا، ولذيذه وظريفه وسهله. ويلا بينا نقول مقاديرها ايه، وموجوده في كل البيوت طبعا. هنعمل معجنات. لازم الدقيق يتنخل، معروفه جدا. طالما في معجنات تتعمل في البيت يبقى لازم هننخل الدقيق كويس قوي. فكيلو دقيق، ده دقيق الكوثر طبعا كلكم عارفينه، بس هو عامة مش شرط دقيق الكوثر. اي نوع دقيق عندك، حتى لو هتجيبي دقيق سايب من عند العطار، بس تكوني ضامنه الدقيق بتاع العطار ان هو مش داخله رطوبه ومش ما فيهوش حاجه بايظه. حلو. وكيس لبن نيدو اللي انتوا شفتيه الصغير ده، هو عباره عن معلقتين ونص. حطيهم. حلو. هو المفروض نحط 3 معالق، بس قولي هو الكيس اللبن النيدو ده حلو. ويا دوبك معلقه صغيره من الكربونات، معلش انا اسفه، من ال آه، اسمه ايه؟ عشان أنا لساني بقى متعلق بالمنظفات على طول فبقيت اقول كربونات. بالبيكنج باودر. حلو. ودي كوبايه الاكل هتشوفوها دلوقتي لما تسيح. كوبايه زبده او سمنه، 3/4 زبده او سمنه، والربع زيت، والاتنين اللي انا حاطهم دول قشطه، معلقتين قشطه بلدي او قشطه من عند اللبان ايا كان، او قشطه وش اللبن. دي قشطه وش اللبن اللي انا حطيتها. حلو. المتوفر عندك حطيه. 3/4 كوباية زيت أو سمنة، والربع زيت، ومعلقتين قشطة. حطيهم على النار، على مية على نار دافية، على نار واطية قصدي. وسيبيهم يدفوا، مش يسخنوا، يسيحوا بس يدفوا. اهم بصي، ده بالظبط كده مقدارهم. حلو كده. كوباية بالظبط. طيب تعالي بقى. احنا عملنا طبعا عبال ما دول يتعملوا كده، فحطيت الخميره. لازم اختبر الخميره يا جماعه. اختبار الخميره ده حاجه مهمه جدا، عشان لو الخميره مش فعاله او مش شغاله او باظت او ايا كان، ما تبوظيش كل مكوناتك كده على الفاضي. فاهمين؟ فحطي معلقتين خميره، عليها معلقتين سكر، في ربع كوبايه ميه دافيه، وقلبيهم كويس وسيبيهم على جنب لحد ما يتفاعلوا مع بعض وتكوني انت خلصتي بقيه مكوناتك. حلو. ده كوبايتين زبادي بلدي. حلو كده. حطيهم، قلبي كويس قوي. اقعدي بقى افركي، يعني قلبي الدقيق. انت كده حطيتي على الدقيق ايه؟ حطيتي ذرة الملح، حطيتي البيكنج باودر، حطيتي اسمه ايه ده، الزبادي والسمنه والزيت والقشطه. قلبي كل دول في بعض كويس قوي، وبعد كده انزلي بقى عليهم بايه؟ بالخميره. حلو. ادي الخميره شفتوا اختبارها عمل ازاي. انا كده اطمنت ان الخميره فعاله وهتشتغل في ايه؟ في العجين بتاعي. هتخمره احسن بكتير ما احط كل المكونات على بعض وتطلع الخميره لا قدر الله مش شغاله ولا بايظه. ابقى انا اللهم صل على النبي، العجين والمكونات كلها انا عملتها. الكوبايه بتاعت الخميره انا بملاها ميه دافيه، اللي انا عملت فيها الخميره، فاللون دوت لون الميه الدافيه مطرح الخميره. حلو. ما غسلتش الكوبايه، هي مليت في كوبايه الخميره ميه دافيه. وبقيت بقى اللي انا احط حبه واعجن، احط حبه واعجن زي ما انتوا شايفين كده. حبه ميه صغيره والم العجينه بيها كويس. تشرب الميه بتاعتها والدنيا تمام ولسه ناشفه في ايدي، اسقسق حبه صغيرين. ما بحطش الكميه مره واحده، لان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. حلو. انا كده لميت العجينه خالص من الطبق، هنزل بيها بقى على الرخامه عشان اقعد اعجن فيها وانكتها. متضايقه بقى من حد في العيله، متضايقه من صحابك، من شغلك، من جوزك، من عيالك، طلعي بقى غلك في العجينه على قد ما تقدري. انتوا شفتوني قبل كده في القناه عملت معاكم معجنات وبيتزا وحاجات، كنت بشتغل بالعجان. بس حبيت ان انا المره دي اشتغل اوريكم ان هو عادي، كله حتى لو ما فيش عجان اعملي حاجه عادي بايدك. بص، سهله جدا والله.
العجينه مجرد ما انت بتشرب الميه بتاعتها وتعمليها وتسخن معاكي في حركه ايدك، بتبقى طريه جدا معاكي في الاستخدام. بصوا هوريكم دلوقتي، بصوا اقعدي انقطي فيها كده، يعني حد مضايقك بقى تخيليه في العجينه اللي قدامك دي، واديها يمين وشمال لحد ما ايه، لا يقل عن 10 دقايق او ربع ساعه. بصوا بقت عامله ازاي، بصوا بقت ملبن في ايدي، والله ملبن. بصوا قمر قمر قمر، ما تقطعش، وجميله ولذيذه وناعمه، حلوه جدا. بس اهم حاجه في المعجنات اعجني كتير، ريحي شويه وارجعي اعجني تاني، ريحي دقيقه دقيقتين لو دراعتك وجعتك، وريحي تاني وعجني تاني، بس مهم ان انت تعجني كويس قوي. حلو. بس خلاص عجنتي وبقت طريه في ايدي كده وناعمه، اروح نحطها بقى حطها في الطبق بتاع العجين واشد عليها ستريتش. ما عنديش ستريتش، حطي كيس بتاع التلاجة افتحيه وحطيه عليها. ما عندكيش كيس تلاجة، فوطة بس تبقي كده حاكماها. انا كده كده حطيت الاستريتش وحطيت الفوطة ودخلتها في مكان دافي كده. حلو. وما شاء الله الله اكبر، بعد ساعة تقريبا بصوا بقت عاملة ازاي، مش قادرة اقول لكم بقى، كانت قمر جدا ما شاء الله. زي ما هي كده، بصوا العجينة انا حبيت اوريها لكم، بصوا ما شاء الله تحفة جدا، الله اكبر عليها يعني. بس زي ما هي كده ما تهبطيهاش، عشان في ناس بتروح مهبطاها. تعملي معجنات ما تهبطيش العجينة بعد ما تخمر، سيبيها بالفوليوم بتاعها. حلو. خدي منها كده القطعة بقى اللي على قد القرصة اللي تعمليها دي، حاجة بقى بتاعتك انتي، قادرة تعملي. انتي حابة تعملي قرص كبيرة، اقطعي عجينة كبيرة، حابة تعملي قرص صغيرة اقطعي صغير على قد ما انتي حابة. يعني انتي وولادك حابين تبقى المعجنات بتاعتك حجمها قد ايه، وانتي قطعي بقى، دي حاجة حرية شخصية ما اقدرش ايه اقيمك فيها. بس انتي بتقفليها كده كويس عشان تعمليها شكل دايرة ملساء، تلمي كل الحروف كده زي شبه السرة كده شوية صغيرة، وتروحي مكوراها وحطها، تبقى ملساء بالمنظر ده. ادي كل الكمية اللي احنا عملناها، ما شاء الله عملت كمية محترمة، عملت حوالي 36 أو 37 واحدة. طبعا يعني ما شاء الله، يعني حبة حلوين، والله العظيم ما شاء الله، ده مقدار الكيلو حبايبي. تمام. بس فهتجيبي بقى الصاج بتاعك أو الصواني بتاعتك أيا كان المتوفر عندك، ويستحسن طبعا ألمونيا. تمام. ادهنيها زيت أو تفرشي ورق زبدة. أنا فرشت ورق زبدة، بالنسبة لي أنضف وأسهل. تمام. وحافظت كمان على الصاج بحيث ان انا مبقاش عايزه اصبن بقى واغسل تاني، خلاص انا شلت ورق الزبده رميته، والصاج زي الفل ومسحته بس وخلاص. حلو. بس هتبططيها بقى، بس زي ما انا وريتكم كده، مش عايزاها رفيعه قوي، على الاقل السمك بتاعها يكون نص سنتي. ما تبططيهاش وترفعيها قوي عشان ما تنشفش في الفرن. فاهمين قصدي ايه؟ هي كده كده احنا هنشكلها دلوقتي، وهتخلصي الكميه بتاعتك كلها، وهتسيبيها ترتاح تاني وتخمر تاني. فاهمين قصدي ايه؟ هتخمريها تاني، مش هتخبزي على طول، يعني مش هرصها في الصينيه ولا في الصاج واخبز على طول، لا هسيبها تاني. هخلص بقى الكميه بتاعتي كلها، انا عملت حبه كتيره، نص الصاج تقريبا ساده، والنص دوت احنا بنحب حشوه القرفه باللبن، القرفه بالسكر، قرفه وسكر وعليها معلقتين سمنه، وبسيحهم مع بعض في الميكرويف واقلبهم كويس قوي، وابتدي بقى ابطط البتاعه، مش تبطيطه كبيره قوي، يا دوبك افردها بس، واحط حته كده الحب بتاع القرفة بتاعتي، احطها واروح لما كده عليهم العجينة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، واعملها ذرة كده، واروح قلبها الناحية التانية بالظبط كده بس، وتبططي كده يمين وشمال بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتظبطي بقى القطر بتاعها تطلع تحطيها في الصاج، وهكذا. طبعا الحشوات دي في مختلف الاشكال، ممكن تعمليها حادق، ممكن تحطي شوكولاته لو عايزه، لو الدنيا او الميزانيه تسمح شويه، مكعبات شوكولاته صغيره وتحطيها فيها، طبعا هتسيح في الفرن. نوتيلا هتمشي، عجوه طبعا، الحاجات دي كلها. وعندك كمان جبن، هتعملي جبنه قديمه هتحطيها، هتعملي جبنه فيتا هتحطي، نستو، كيري، ايا كان بقى النوع الجبن، زيتون، وده هتشوفوه معايا. انا اللي كان متوفر بصراحة عندي في التلاجة طلعته وعملت بيه. فاهمين قصدي ايه؟ وقلت يعني ايه، مش هنعقد الدنيا، كله كده كده بيتاكل وكله حلو، مهم ان يكون في خير في البيت لينا ولعيالنا. هتصحي بقى الصبح انتي ولا زوجك ولا ولادك، قبل ما ينزلوا، قبل ما زوجك ينزل مع كوباية شاي بلبن او كوباية شاي او اي حاجة، قرصتين 3، انتي نفس النظام،
هتاكلي قرصين 3 مع كوبايه القهوه بتاعتك مع كوبايه الشاي حسب اللي بتشربيه. ولادك في وسط اليوم عايزين ينقوا في حاجه، بدل ما يجيبوا شيبسي و... والحاجات اللي هي مضره بالصحه وفيها مواد حافظه، ده هيبقى اكلهم اللي وسط اليوم كده. والجو شتاء، احنا في شتاء حبايبي، فاحنا طول اليوم ما احنا قاعدين في الشتاء عايزين ننقنق في اي حاجه، تحسي ان انت عايزه تاكلي اي حاجه وانت قاعده كده. فاهمين قصدي؟ فالحاجات دي في البيت طبعا خير وبركه لولادنا ولينا. وسهله والله ومش مكلفه، ومش مش ارقام بتدفع. بالعكس احنا لو جبنا ربع كيلو من حجم القرصه اللي احنا عاملينها دي ومع الوزن بتاعها هتدفعي رقم. والله ربع كيلو مش هيكفي، يعني هتدفعي مثلا حوالي 12 جنيه ولا 10 جنيه تقريبا ربع كيلو في الفرن، ومش بيكفي لو بالحجم ده مش هيكفي 6-7 وحدات الربع كيلو لو بحجم القرصة بتقلها ده. فاهمين؟ فاحنا عاملين ما شاء الله حوالي 40 وحدة من الكيلو. حلو. وما شاء الله يعني ما كلفنيش رقم، وفي نفس الوقت خير في بيتي، في معجنات وفي مخبوزات ليا ولعيالي. بصوا انا لقيت عندي مثلثين 3 جبنه نستو ورحت عاملاها، قسمت المثلث 2 نصين ورحت حاطه في العجينه وفردتها. بقت العجينه من جوه، انت لما بتفرديها دي الفايده دي فيها ايه؟ ان الحشوه بتاعتك بتتوزع على العجينه من جوه. فاهمه؟ احنا ممكن اعملها سره واحطها على طول تتخبز برضو عادي وزي الفل، بس لما بتحطي كده بصي احطها واقفل عليها بالشكل اللي انتوا قفلتها سره خالص اهي زي ما انتوا شايفين كده. تمام. ظبطت بقى السره بتاعتي، هروح حطها بقى ادوس عليها. بصوا فردت الجبنه جواها. بصوا انا بوريها لكم، بشاور لكم ان الجبنه اتفردت جواها، وهكذا الكميه بتاعتك كلها. حلوين؟ فاهمين قصدي ايه؟ اهو بصوا ده المثلث قسمته على 2، هتقفلي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. صدقيني والله العظيم اي حاجه ما توقفيش نفسك على حاجه اصل ده مش موجود فانا مش هعرف اعمله. باقل امكانيات في بيتك اعملي، خلي ولادك يتبسطوا، دفي بيتك، عمري بيتك. الست الشاطره والناصحه بتعمر بيتها باقل الامكانيات. فكري ودبري وارمي توكلك على ربنا وقولي يا رب عيني، وحوكلوا كتير، استغفروا كتير، صلوا على النبي كتير، ربنا يوسع رزقنا كلنا يا رب. احنا في اول شهر رجب الحمد لله، ربنا يا ربي. رجب وشعبان ورمضان شهور البركة والخير في العالم كله. يا رب امنه يرفع البلاء والوباء والغلا عنا وعن بلدنا يا رب. يا رب يرفع الوباء والغلا عننا يا رب. يا رب يرفع الغلا والوباء والغلا ده كله عننا. لو انت لغايه دلوقتي بتشوف الفيديو ما دوستيش لايك، دوسي لايك واشتركي في القناه. يا ريت تشتركي في القناه، يا ريت تشتركوا في القناه وتكتبي كومنت حلو زيك يا اموره يا سكر يا عسوله اللي بتتفرجي على الفيديو بتاعي تقولي رايك فيها ايه. وبصوا ادي حبه الزيتون اللي انا حطيتهم، اي حاجه كانت موجوده عندي، زيتون مخلي عملت كل اللي كان موجود في التلاجة ينفع يتحط حطيت منه. فاهمين قصدي ايه؟ بس وادي الكميه اللي احنا عاملينها ما شاء الله. عملوا صاجين الا ربع، يعني الصاج ده كبير انتوا طبعا كلكم عارفين. حلو. بس ادي المنظر. ايه رايكم؟ والنبي قولوا لي ايه رايكم في الحلاوه دي. بصوا قمر ازاي. سيبيه بقى بالمنظر ده كده، هتروحي حاطه عليه اكياس التلاجة عارفينها، هتفتحيها بالمنظر ده، الكيس تفتحيه نصين زي ما هو كده وتفرديه على العجين، وبعد ما وتسيبيه يخمر خالص. عندك الفوطه تكفي حطيه. طبعا قبل ما ندخله الفرن يكون درجه حراره الفرن عاليه جدا جدا جدا. حلو. وتخبزي ويطلع بالمنظر القمر ده. لو الفرن بتاعك بيشتغل فوق وتحت شغليهم مع بعض، لو بيشتغل تحت بس شغلي تحت لحد ما ياخد اللون الذهبي الخفيف من تحت. بصوا انا بوريكم ان هو طري ازاي. بصوا بدوس عليه طري جدا، وبعد كده ولعي الشوايه. الاحمر ده ايه؟ ده بتاع القرفه والسكر. لو الفيديو عجبك دوسي لايك، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو اللي جاي. هتوحشوني جدا، بحبكم جدا في الله. دوسوا لايك يا جماعه. بصوا طراوه الحاجه انا مش قادره اقول لكم حلو جدا ازاي وطعمه طلع قمر. دوسوا لايك يا جماعه واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. هتوحشوني جدا جدا، بحبكم قوي في الله. دوسوا لايك، اكتبوا لي كومنت حلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بحبكم في الله.